أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. الفيديو ده لكل مزارع بيستعد لموسم القمح الجديد. هنعرف في الميعاد الصح لزراعة القمح في كل منطقة وأي صنف يناسب أرضك، سواء بقى كانت ملحية أو رملية أو طينية. هنتكلم عن الأخطاء اللي بتقلل الإنتاج، وهنكتشف أسرار بسيطة بتفرق بين موسم خسران وموسم كسبان. ناوي تزرع قمح لازم تشوف الفيديو ده للآخر. خلي بالك إن البداية الصح دايما بتبدأ بالسؤال الصح. كل موسم قمح بيبدأ بنفس السؤال اللي بيحير أي فلاح: أزرع صنف إيه السنة دي؟ وساعتها بقى بتبدأ المكالمات بقى والأسئلة بين الفلاحين. يا عم عبد العاطي، الناس بتزرع إيه السنة دي؟ بيقولوا سخا 95 جامد قوي السنة دي. طب وجيزة 171 عامل إيه في الملوحة؟ بس الحقيقة يا جماعة، ما فيش صنف اسمه أحسن صنف مطلق. في صنف بيناسب أرضك وفي صنف ما بيناسبش أرضك. يعني قبل ما تشتري التقاوي اسأل نفسك: أرضي ملحية، أرضي رملية ولا طينية، عندي بهايم وعاوز تبني كتير ولا لأ، بزرع في الصعيد ولا في وجه بحري. كل إجابة من دول هتحدد نوع الصنف اللي المفروض تزرعه. الميعاد الصح هو سر الموسم. كتير من المزارعين بيقعوا في نفس الغلط كل سنة، بيستعجلوا الزراعة، يقولك نخلص بدري ونرتاح. بس للأسف الزراعة بدري ممكن تبوظ لك الموسم كله. في الصعيد افتح باب الزراعة بقى من 15 نوفمبر لحد 30 نوفمبر، لأن الحرارة بتكون نزلت والأرض بتبقى في أحسن حالتها لاستقبال التقاوي. أما بقى في وجه بحري من 15 نوفمبر لحد 10 ديسمبر. قبل كده النبات بيتعب من الحرارة، وبعد كده البرد بيضرب التفريع. القديم قالها من زمان: قمح بابا هبابة وهطور أبو الدهب المنصور. يعني الزراعة اللي تتعمل في وقتها بتبقى دهب. ازرع ولا تزرع، الصنف المناسب هو المفتاح ليك. لو أرضك ملحية ازرع بقى سخا 95، بيتحمل الملوحة وبيديلك إنتاج كويس جدا. لو مش لاقيه روح بقى على جيزة 171، برضه بيستحمل الملوحة. ما تزرعش مصر 2، ضعيف جدا في الأراضي الملحية واتلغى كتقاوي معتمدة. لو أرضك بقى رملية استصلاح جديد، ازرع مصر 3، ده أنسب صنف للأراضي الرملية. بلاش جميزة 9، إنتاجها ضعيف جدا في الأراضي الرملية. ولو عايز تبني كتير اختار سخا 95، بيدي تبن غزير جدا، ممكن يوصل ل20 حمل تبن للفدان. أما بقى لو في وجه بحري بلاش تزرع جميزة 11 أو سدس 12 أو مصر 1 أو مصر 2، واختار بدلهم سخا 95 وجيزة 171 ومصر 3 وسدس 14. التقاوي الصح بتساوي موسم ناجح. التقاوي دي هي أساس الزراعة. لو استخدمت تقاوي قديمة أو مخلوطة ما تستناش إنتاج كويس. اختار التقاوي المعتمدة من الإدارة الزراعية، وافتكر دايما: اللي يرخص في التقاوي يدفع غالي في الموسم. خد بالك من الوزن كمان، ما تزودش عن 60 كيلو جرام تقاوي للفدان لو الزراعة على السطح. القمح محصول تعويضي، يعني لو وفرت له المساحة هيعمل فروع زيادة من نفسه. هل نستخدم منشطات تفريع في الزراعة؟ السؤال اللي بيجي كل سنة. يا باشمهندس، ايه السماد اللي بينشط التفريع؟ الحقيقة مفيش حاجة اسمها منشط تفريع سحري. لو خدمتك صح، ميعادك مظبوط، الأرض جاهزة، التسميد متوازن، يبقى التفريع هيجي طبيعي. القصة كلها إدارة مظبوطة مش منشطات. خلينا كده نحسبها بسرعة. لو زرعت 60 كيلو جرام تقاوي لكل فدان بيساوي حوالي 300 حبة في المتر المربع، بنسبة إنبات 80%، 240 نبات. كل نبات بيعمل فرعين وساق رئيسي، بيساوي 720 سنبلة بإنتاجية
1.5 جرام للسنبلة، يعني بيساوي 25 إرداب للفدان بإذن الله. يعني ممكن توصل للإنتاجية العالية من غير أي منشطات بس بالالتزام. إدارة الري والتسميد. الماء هو روح القمح أو الري بعد الزراعة. لازم تكون رية المحاياة بعد حوالي 20 يوم. بلاش تغرق الأرض لأن زيادة المية بتقلل التفريع وتزود الرطوبة حوالين الجذور. أما التسميد بقى قبل الزراعة، ضيف سوبر فوسفات أثناء الزراعة، جرعات يوريا بسيطة بعد التفريع، نيتروجين على دفعات. وخلي بالك من عنصر الكبريت، بيساعد في تحسين امتصاص العناصر. تحية كبيرة لعلماء معهد المحاصيل الحقلية قسم القمح. الناس دي بتتعب كل سنة علشان توصل لنا أصناف جديدة بتناسب كل منطقة في مصر. يعني النهاردة بقى عندنا كده خيارات كتيرة تناسب كل نوع تربة، وده بفضل البحث العلمي المصري. خلاصة الموسم: ازرع صح تكسب كتير. اتبع السياسات الصنفية واختار الصنف اللي يناسب أرضك، وما تستعجلش الزراعة. ابدأ لأن الميعاد هو أساس النجاح. في النهاية، زراعة القمح مش مجرد موسم، دي علم وتجربة ومجهود. كل سنة بنتعلم حاجة جديدة، وكل فلاح ناجح هو اللي بيطبق العلم على أرضه. الموضوع مش في إنك تزرع بدري أو تجيب منشط، السر في إنك تزرع صح. القمح ده محصول كريم بيكافئ اللي بيهتم بيه ويظبط ميعاده وصنفه وخدمته. افتكر دايما اللي بيزرع في وقته ياكل من خيره، واللي بيستعجل يندم على تعبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.